طبعًا أنت أول ما تشوف كل الصراصير دي ميتة كده، هتقول خلاص إحنا قضينا على الصراصير، وأنا لو مكانك غالبًا هاقول نفس الكلام، بس للأسف المنظر اللي قدامك ده ممكن يخدعك، اللي أنت شايفه ده اسمه flash out effect. ببساطة بعض المبيدات بتأثر بسرعة على الجهاز العصبي للحشرة، وفجأة الصراصير اللي كانت مستخبية تبدأ تخرج، وتلاقي واحدة بتجري والتانية حركتها مضطربة شوية، والعدد كله بدأ يظهر قدامك، وبعدها تبدأ تقع وتموت، فتبص على الأرض بالشكل ده وتقول كده خلاص إحنا خلصنا عليهم. بس استنى، هل كل الحشرات اللي موجودة في المكان ماتت كلها في نفس الوقت؟ للأسف لأ، ودي واحدة من أكبر المعلومات المغلوطة في مكافحة الحشرات، لدرجة إن في بعض الناس ممكن تقول لك إحنا هنرش وكل الصراصير هتموت قدام عينك في وقتها، بس الحقيقة مش كده خالص. شايف كل اللي مات ده؟ رغم إن المنظر ده شكله إن في عدد كبير مات، ممكن يكون مجرد جزء صغير جدا من الإصابة اللي موجودة فعلا عندك في المكان، لأن وأنت واقف بتبص على الصراصير الميتة دي لسه في بيض موجود داخل كيس البيض بتاعه ومحمي، ولسه في صراصير مستخبية بعيد الرش أصلا ما جاش عليها، واحدة جوه فتحة، واحدة ورا حاجة مستخبية، واحدة في مكان ضيق انت اصلا ما عرفتش انها موجوده فيه. بس القصه لسه ما خلصتش، لان ممكن كمان يكون عندك صراصير اكتسبت مقاومه للمبيد اللي اترش. يعني تخيل نفس المبيد اللي موت كل العدد اللي انت شايفه قدامك ده ممكن يبقى هو في صراصير تانية في نفس المكان تاثير المبيد ده عليها بقى ضعيف، ولسه في مجموعه تانية اول ما حصل الرش وبدا المكان يترش بالمبيدات، الآفة دي اتحركت بسرعه وهربت لاماكن تانية بعيد خالص عن الرش، وتفضل مستخبيه بعيد عن المنطقه اللي اتعالجت، وبعد فتره تظهر لك تاني، وساعتها انت هتقول الصراصير رجعت تاني، مع انها ممكن تكون ما راحتش اصلا في البدايه. وعشان كده عمرك ما تحكم على نجاح مكافحه الصراصير من كميه الصراصير الميته اللي انت شفتها بعد الرش، لان المكافحه مش مجرد رشه، المكافحه عباره عن خطه ازاي تقضي على كل الحشرات اللي موجوده، ازاي تتعامل مع الاطوار اللي لسه موجوده، ازاي توصل للحشرات المستخبيه، وازاي تمنع الاصابه اصلا انها ترجع مره تانيه. لان في فرق كبير جدا بين انك انت تموت كميه صراصير قدام عينك وبين انك انت تقضي على الاصابه من مصدرها. عشان كده مش مهم انك تضمن ان 100% من الصراصير تموت قدامك، لان دي حاجه مش واقعيه. المهم انك تضمن ان لو ظهرت حاجه تانية بعد فتره تضمن ان الشركه دي تيجي تعيد لك الرشه تاني وببلاش. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن المبيدات والحشرات تواصل معانا.